10 من مارس. نعم، سنتفاجأ جميعا بعد انتهاء اجتماعات أربيل بسحب السلاح الأمريكي من أيدي قسد، لأن هذا السلاح وكان لقتال داعش عندما تم إنشاء الحالة الوظيفية لقسد. سيتم سحب السلاح الذي أرسله التحالف الدولي لقسد لمقاتلة داعش، سيتم سحبه من مقاتلين قسد، مما يؤدي إلى وقف عملياتهم العسكرية وإضعافهم بشكل كبير جدا. هذا الذي ستقوم به الولايات المتحدة والتحالف الدولي بالدرجة الأولى. ثانيا، على اندماج قوات قسد والأشايس في الجيش من المركزي. أنا أتوقع أن الدولة السورية ستعيد النظر بهذا الموضوع بشكل كامل، لأن ما حدث وحصل وشاهدناه في حلب من انتهاكات واستخدامهم للمدنيين ونشر القناصة ووضع السلاح الثقيل، والآن انسحابهم من مناطق من شرق حلب من جهة غرب الفرات، وعدم التزامهم بالهدن وعدم التزامهم بالاتفاقيات وبعد التصريحات والمراسيم التي خرجت، وعدم انضوائهم ضمن اتفاق 10 مارس. سيعيد النظر الكثير من السوريين، عفوا الدولة السورية والحكومة السورية ستعيد النظر باندماج قسد في الجيش، ولن تقبل إلا بالذين هم يوالون الدولة السورية والذين يوافقون على المرسوم الذي خرج، وليس الذين يريدون أن تبقى سوريا غير مستقرة وغير آمنة. أستاذ أحمد مظهر سعدو، الدكتور أحمد المسالمة أشار لنقطة سابقة، وهي فعل الدور الوظيفي